إذا الاتحاد التونسي يا فتحي لكرة القدم يعلن إنهاء التعاقد بالتراضي مع مدرب سامي الطرابلسي وكامل الإطار الفني للمنتخب. والله خبر كان منتظر، بقى التوقيت نتاعو مش منتظر. التوقيت نتاعو مش منتظر لسبب بسيط، وانه في بالي فما اعضاء الاتحاد التونسي، فما اللي مازالوا في المغرب، فما كيفاش اجتمعوا عن بعد. البارح ماذا طلبت بالتقييم؟ استمعت لسامي الطرابلسي، تشكياته، لماذا، في اي ظروف عمل، التقرير متاعه الفني، هل ساعدتوه، ما هي الاجواء التي اشتغل فيها، هل ان سامي ربما لم ينجح كمدرب، هل وفرتوا له انتم الامكانيات باش ينجم ينجح؟ الاقاله هذه مش اقاله، احنا عندنا في تونس طلاق بالتراضي. امس ذكرت انت طلاق، قلتها لك الكلمه، واليوم قلت لك راهو نسمع سامي راهو فما طلاق بالتراضي معناها، وهذا اللي يقع عاده. طيب الاسئله اجاباتها لا. سامي الطرابلسي وكامل الاطار الفني هما الشجره التي تحجب الغابه. غابة من المشاكل، غابة من التحديات، غابة من المراجعات، غابة من ألف حاجة وحاجة في الكرة التونسية يجب مراجعتها. اليوم هل أنه إقالة سامي الطرابلسي زعما الامتصاص غضب الجماهير هل هي الحل؟ لا، الحل اللي باش نلقاوه، لانه سامي ما عادش، حتى سامي شو معناه بالتراضي، حتى سامي ما عادش قادر باش يواصل، لانه الاهانات مست شخصه، الاهانات والعبارات الموجعه جدا، ما عندكش فكره، اي شخص لا يمكن ان يتحمل مثل هذا. اذا سامي كان خارج، سامي الطرابلسي كان خارج اكيد، نظرا لشخصيته، نظرا لكذا، فما حد ادنى من الاحترام وقع تجاوز. اثنين، سامي كان لكن المكتب الجامعي الان وانتم مشتين، اللي في كازا واللي في الرباط واللي في غير واللي في ساعة اجتمعتوا، قررتوا وين اجتمعتوا، كيف اجتمعتوا، كيف قيمتوا، وهل سمعتوا سامي؟ هل سامي عمل تقرير تحدث فيه عن الوضعية، ما يجب إصلاحه، ماذا فعل، ماذا يعيب عليكم؟ سامي حضر الاجتماع نفسه اليوم حضر في الاجتماع عن بعد. لا معاهم في المغرب كان الاجتماع. في المغرب قديش من عضو من المكتب الجامعي؟ رأيك بتفاصيل أكثر مع نافع بن عاشور ثم نستكمل الحديث. ماذا بينا؟ يلا خلاص، ماذا بينا نروح النافع. الاتجاه سيكون أجنبي، غادر لأنه لم يحقق الأهداف. احترام كبير لسامي الطرابلسي. الجمعة أو السبت القادم سيكون اجتماع آخر للجمعية التونسية. بالطبع هذا أمر، لكن شوف أنا لو يظنوا لحظة وأنه إقالة أو الاتفاق بالتراضي، وأنا قلت من أمس راه سامي باش يمشي، سامي الطرابلسي باش يمشي، لأنه وصلنا لحد معناها من الإهانات كذا. هل أنه سامي الطرابلسي هو المشكلة في كرة القدم التونسية؟ سامي الطرابلسي وقتها جاء عنده 8 شهور أو 10 شهور وكان درب قبل الفريق التونسي. هل أنه سامي الطرابلسي هو المشكلة؟ صحيح أنت تسرعت في الإعلان لأنه كنت نجم تنتظر. أنا اللي حاجتي به وهذا المهم وهذا ما ينتظره التوانسة، يا مكتب جامعي باش تقول لنا ما هي حقيقة ما حصل مع الفريق الوطني. راهو نسمع في أخبار تقول لك فوضى عارمة، نسمع في اخبار من ناس مقربه جدا من الفريق، فوضى عارمه في الجو العام، في وسط الفريق، في العلاقات بين اللاعبين، في العلاقات بين المدرب وبعض اعضاء المكتب الجامعي، بين سامي الطرابلسي وبعض الاعضاء. هو البارح حنا باع المجبري لما قال في كره القدم تونس متاخر 10 سنوات، متاخر 10 سنوات في كل شيء. قال في تونس نحل مبرشة، كرة القدم نحل مبرشة ونخدموا شوية. أنا نقول له نتكلموا برشا ونفعلوا شوية، وأنا نقول له نوعدوا برشا وما نحققوا شيء. هل أنه سامي الطرابلسي مشكلتنا راهو نحطوا الملفات على الطاولة. يبدو أنه فما اجتماع مع وزير الرياضة في تونس معناها يوم الاربعاء، ماذا بينا بربي تحلوا الملفات يعني تخفيف الضغوطات، ولا كان يعني هو الحل؟ شوف في كلمه، ولا امتصاص غضب الشارع؟ لا امتصاص غضب الشارع هذا اكيد
لانك انت في المغرب تاخذ القرار، اتفقنا متفقين حتى احتراما للناس. روح التونسي روح مع عائلاتهم واعلن القرار نتاعك، معناه امتصاص الغضب. ولكن انا ما اطالبه من السيد سامي طرابلسي الذي احترمه كشخص، ربما كمدرب فريق وطني التجربه ما كانتش ناجحه، ما عمري ما اقول فاشل. وين التقرير نتاعك؟ لانه نحب نعرف سامي طرابلسي في اي ظروف عمل من ساعده يكشفها، يكشف، يلزم ضروره. جميل. وهذا التقرير لازم نستسمع به ونعرف يزيونا من الخدمه في الخفاء.